على هذه الفرص وعلى هذا الضغط الكبير في اللحظات الماضية من جانب نادي أولمبيك أسفي. ينطلق بولكسوت، تدخل ممتاز من ياسين، كان تدخل على طريقة المدافعين الكبار من ياسين كرداني، استطاع أن يبعد الخطر. عادت الكرة من جديد الرجاء الرياضي، إمكانية التسديد، جول 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 في الدقيقة 21. ينجح يسري بوزوق في تسجيل الهدف الأول للرجاء الرياضي. لا يصدق عبد الكريم، لا يصدق يسري، تسديدة بأي طريقة، تسديدة على طريقة اللاعبين الكبار، على طريقة النجوم، تسديدة بدقة عالية من اللاعبين وفرحة عناصر الفريق بهذا الهدف. هنا الإعادة، هنا اللقطة، هنا التسديد بطريقة ممتازة، لم يجد أي حل حارس المرمى. تسديدة كانت بدقة عالية من يسري الذي لم يكن مراقبا. هدف أول للرجاء الرياضي، تصبح النتيجة هدف مقابل لا شيء. يتحسر وابن النادي وابن المدينة. عبد الغفور الاميرات في تنفيذ الكرة الثابتة، يستعد عبد الغفور، يطلب من اللاعبين التقدم، التصويب، يسكن الكرة الشباك، يسكن الكرة الشباك. جول 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 في الدقيقة 32. عبد الغفور الاميرات، تسديدته التي لا تخطئ الشباك، قدمه اليمنى التي لا تخطئ المرمى. مدرجات ملعب المسيرة الخضراء، تسديدة قوية لا تصد ولا ترد. لم يترك أي فرصة لأنس زنيتي، لم يترك له أي فرصة، لم يتمكن من التصدي. تسديدة كانت بطريقة ممتازة من عبد الغفور، يسعد العشاق هنا في المدرجات. هدف التعادل. عشاق الفريق الذين ينتظرون كرة في وسط الملعب، عادت من جديد لأولمبيك أسفي الذي يزيد من ضغطه ويكثف من فرصه، يبحث، يريد، هل سيتمكن؟ هنا التمرير، عبد الله ديارا، الهدف الثاني. جول 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 شيخنا ساماكي يسجل الهدف الثاني. هدف وفرحة شيخنا. هنا اللقطة، هنا الهدف، كان ضغط كبير في اللقطة الماضية، كان ضغط كبير من نادي أولمبيك أسفي. عبد الله، إذا لاعب الرجاء الرياضي أعتقد هو من سجل بالخطأ في مرماه. نتابع اللقطة، هنا عبد الله ديارا، نتابع اللقطة، الصورة أمامكم. كانت تمريرة من عبد الرحمن كساك، بعد ذلك يوسف مشت، الرحول لعبد الله ديارا، الكرة اصطدمت في انتظار الضوء الأخضر من حكم الساحة. فرصة يسري لتسجيل الهدف الثالث له في هذا الموسم الكروي والثاني في مقابلة اليوم. يتقدم يسري، يبحث عن المرمى، هل سينجح في التسجيل؟ يسري، التسديد، جول 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 في الدقيقة الثانية. نجح الرجاء الرياضي في تعديل النتيجة، تسديد التنفيذ كان رائعا من يسري. تصبح النتيجة هدفان 2 لكل فريق. التعادل في مقابلة اليوم. التنفيذ كان من يسري الذي يسجل من الوقت الأصلي في هذا الشوط وفي هذه المقابلة. كم من دقيقة سيضيف؟ هنا فرصة للرجاء الرياضي، التسديد، يوسف بالعماري، جول 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 جول. النقاط الثلاث، هنا اللقطة، هنا الفرصة، هنا المحاولة، هنا التوغل، هنا التسديد، هنا التصويب. وصلت الكرة ليوسف بالعماري الذي يسكن الكرة الشباك. هنا التسديدة كانت قوية، المتابعة من حارس المرمى يوسف بالعماري الذي لم يكن مراقبا، كان وحيدا، يستثمر الفرصة ويسجل الهدف الثالث للرجاء الرياضي في مقابلة اليوم. هدف الأسبقية للرجاء الرياضي، الرجاء الرياضي الذي يحصل على الأسبقية من جديد، يحصل على التقدم.